الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم الأسبوعي معا ننهض. هذه الحلقة ستكون هي الحلقة الرابعة حول عوامل سقوط النهضة في الأمم، وهي تكملة للحلقة السابقة والتي تحدثنا فيها عن شخصية عربية مفكرة حاولت أن تتناول ظاهرة الانحطاط وظاهرة التأخر والتخلف في أمة الإسلام، وشخصت هذا الواقع تشخيصا دقيقا، وكان ذلك نهايات القرن التاسع عشر وبدايات ومنتصف تقريبا القرن العشرين. ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في ذات المسار، وهو الحديث عن شكيب أرسلان، وهو الشخصية المعروفة المفكر العربي الذي كان يعرف بأمير البيان، ومع كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. هذه المسألة حقيقة هي تدخل ضمن أسئلة النهضة، لأن النهضة لها تساؤلات عديدة. لها سؤال التخلف ومعرفة أسباب السقوط ومعرفة أسباب الانهيار، ولها كذلك سؤال كيف ننهض، ولها سؤال بما ننهض، ولها سؤال كذلك كيف ننهض، إلى غير ذلك من التساؤلات التي تدرج عموما في أسئلة النهضة. ومهم جدا أن نرجع إلى ذلك التاريخ وإلى أولئك العظماء من الذين عاصروا لحظة الانهيار ولحظة السقوط ولحظة التخلف والتراجع التي عاشتها الأمة، حتى لا نحاول حقيقة أن نقرأ التاريخ بعقلية اليوم. أنه للأسف الشديد أحيانا يحصل نوع من القراءة للتاريخ بعقلية اليوم وبآليات اليوم وبأدوات اليوم وبالطرائق المنهجية أيضا التي وصلتها البشرية اليوم. فأحيانا كثيرة جدا يكون هنالك إجحاف وظلم، لأنك تحاكم أناس في واقع غير واقعك، وفي تجربة غير تجربتك، وفي آليات وأدوات ربما أيضا مختلفة. وبالتالي عندما حقيقة نحن نقف على الكتابات السابقة التي يعني تتلمس نفس ما نحاول أن نتلمسه الآن من معرفة أسباب التخلف حتى نتجنب ذلك، مهم جدا، لأنه فيه الإنصاف وفيه العدل وفيه كذلك أيضا أخذ العبر، وهذه مهمة جدا في التاريخ. وهو لقد كان في قصصهم عبرة، لأن التاريخ مهمته أن تأخذ منه العبرة، والعبرة من العبور، يعني كيف أنت تعبر من الماضي إلى المستقبل من خلال العظة والاتعاظ والعبرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. شكيب أرسلان في كتابه كما ذكرنا في الحلقة الماضية حاول أن يتناول ظاهرة التخلف من خلال عملية المقارنة، وذكرنا بأن هذا الكتاب كان عبارة عن طلب من أحد المسلمين في أندونيسيا، وهذه تعبر كما ذكرنا بنوع من التلاحم ما بين المشرق والمغرب، وكانت أمة الإسلام تجوب كلها في هذه البقعة الواسعة من الأرض، دون أن تكون هنالك عقبات كما هي عقبات اليوم، أشبه بالسجون التي تعيش فيها الأمة المسلمة، رغم أنها أمة واحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يعني نظامها واحد وأرضها واحدة، كانت تسمى أرض الإسلام.
وبالتالي كانت هموم الأمة واحدة. فالذي هو في أندونيسيا يحاول أن يستلهم أسباب التخلف مثلا من أهل الشام ويتعرف على رؤيتهم، وربما كان ينظر إلى أن أهل الشام ربما أقرب إلى الغرب وحملاتهم، وعاصرت عموما المجموعات الشامية كل الحملات الصليبية تبدأ بهم وتنتهي عندهم كذلك. وبالتالي أهل الشام عموما لهم حساسية كبيرة جدا في هذا الاتجاه، فكان بقية المسلمين يتلمسون منهم أسباب السقوط. وحاول شكيب أرسلان في هذا الكتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، حاول أن يتعرف على أسباب التخلف بطريقة معينة، وهي طريقة المقارنة. فهو مثلا يذكر السبب ثم ينظر كيف تقدم الغرب في هذا السبب الذي يذكره وكيف تراجع المسلمون. هذه الطريقة التي حاول على كل أن يستخدمها. الأمر الثاني، مهم جدا أن نتعرف على طريقة شكيب أرسلان في معالجته للظاهرة أو دراسة ظاهرة التخلف، إلى أن يمكن أن نسميها بأنها أقرب إلى الرؤية القرآنية في تشخيص المشكلات. وذلك أن شكيب أرسلان مثلا لا يحاول أن يتلمس أسباب الضعف في الخارج، يعني لا يحاول أن يجعل والله كل مشكلاتنا وأسباب تخلفنا وعدم تقدمنا هو فقط بأنه والله في أعداء من الخارج، لا، يحاول أن يشخص الأمور كلها من الداخل، يحاول أن ينظر إلى الأسباب من داخل الأمة، يتلمس نقاط ضعفه. وهذا مهم جدا، ونحن إن شاء الله في هذا البرنامج أن نبث هذا النوع من الوعي، وهي رؤية قرآنية. فمثلا القرآن الكريم يقول يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طبعا هذا كان تساؤل الصحابة رضوان الله عليهم يوم أحد، تعجبوا كيف نهزم، وهذه أول مرة، أول هزيمة يتلقونها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتصروا في بدر، وكانت المسألة بدر كان المفارقة كبيرة عدة وعتادا، فكان انتصار بدر يشدهم دائما نحو مزيد من الانتصارات. ولكن القرآن الكريم له منهجية عجيبة جدا، وهي منهجية السنن، وهو أن الإنسان الذي يأخذ بأسباب النصر ينتصر، والذي يأخذ بأسباب الهزيمة يهزم. وليس بيننا وبين يعني الله، ليس بين الله والناس نسب، ولكن هنالك قوانين كونية وقوانين شرعية، وبالتالي أنت تخضع لهذه القوانين. ففي أحد حصلت هنالك أخطاء، فتعجب الصحابة: كيف نهزم وفينا رسول الله؟ كيف نهزم وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وفينا العشر المبشرين بالجنة؟ فالله سبحانه وتعالى نبههم إلى أين مكمن الإشكال. أولما أصابتكم مصيبة، اللي هي مصيبة الهزيمة التي حصلت قتل فيها خيرة رجالهم، وكان ممن قتل أسد الله حمزة رضي الله عنه، قتل من ضمن من قتل. فالله سبحانه وتعالى نبههم إلى مسألة مهمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي أنتم تتساءلون كيف وقع عليكم هذا الأمر، كيف هزمتم؟ قل هو من عند أنفسكم. طيب، هذا قانون كلي يتعلم المسلم بأن كل ما أصابه ابتداء ينظر إلى نفسه، ما هي الأخطاء التي ارتكبها، ما هي المعاصي، ما هي الذنوب، ما هي الأسباب السننية التي كان ينبغي أن يأخذ بها ولم يأخذ بها، حتى الأسباب المادية، يعني ماذا كان ينبغي عليه أن يفعل ولم يفعل. فأول قضية تتعلمها من الرؤية القرآنية في دراسة المصائب ومجريات السنن هو أن تدرك أن ما أصابك لم يكن إلا بما كسبت يداك. هذه مسألة مهمة. طيب يا ربنا، كيف هو من عند أنفسنا؟ نحن لم نعرف التفصيل، نريد أن نتعرف. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا في منهجية التشريح. يعني أنا لما أقول والله هذه الهزيمة منا نحن، طيب كيف منا؟ عمل لها شغل كيف؟ فالله عز وجل يقول لهم في نفس السورة في آية أخرى، يقول لهم: ولقد صدقكم الله وعده. يعني صدقكم الله سبحانه وتعالى، ما وعدكم أن ينصركم فنصركم. يعني بمعنى يوم أحد كانت الأمور تسير على أفضل ما يكون، وكان وعد الله للمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كل ذلك تحقق. ولقد صدقكم الله وعده، والله لا يخلف وعده، إذ تحسونهم بإذنه، أي أنكم تحصدونهم حصدا. يعني في البداية كانت المعركة لصالح المسلمين، نصف المعركة لصالح المسلمين، فجأة يتغير الميزان. ما الذي حصل؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم
وعصيتم حتى إذا فشلتم في الأمر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي رأيتم النصر، والنصر محبوب، وأخرى تحبونها نصر من الله، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انكشف الأمر للصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا يدركون بأن والله يا أخي هل فينا فعلا من يريد الدنيا؟ وهذا السؤال أيضا، هل فينا نحن الآن مسلمي هذا الزمان من يريد الدنيا؟ إذا كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يكشف هذا المشهد وهو مشهد غيبي، لا ما كنا لنعرف ذلك. والقرآن طبعا تختلف طريقته عن طريقتنا، يعني حتى الآن طريقة القرآن الكريم والعودة إليها والتربي عليها تختلف تماما، وهو أنه يتعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم ليس بطريقتنا نحن، طريقة إنه والله يا أخي نتصور بأنه ما في أخطاء ما في، لا، القرآن الكريم يقول لك والله هنالك هذه أخطاء أدت إلى نتائج، هذه النتائج هي أن والله أنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم وبالتالي وقع ما وقع. هذه الطريقة مهمة جدا في دراسة التاريخ، وهذه الطريقة يستخدمها كذلك شكيب أرسلان في كتابه لماذا تأخر المسلمون. وبالتالي نأتي إن شاء الله إلى الأسباب أو بعض الأسباب، لأنه من الصعب حقيقة أن نفصل في الأسباب أو أن نحصرها جميعا، ولكن دعونا نقول بأن شكيب أرسلان أول نقطة حاول أن يذكرها في أسباب التأخر مسألة الجدية والتضحية، الجدية والتضحية، وجعل هنالك مقارنة كيف أن الغرب جاد في تعامله وجاد في حروبه وجاد في فتوحاته ويقدم التضحيات ويبذل الأموال ويبذل الأرواح، وفي اللحظة التاريخية التي يتكلم فيها شكيب أرسلان تلك اللحظة التي كان الغرب فيها في قمة هذه الفتوحات والعطاء والبذل والاجتهاد بالنفس والمال، يقول المسلمين هنالك تراجع هائل جدا في هذا الاتجاه. يعني في السابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلاهم عرفوا بالجدية والعزيمة والإصرار والصمود والشجاعة والبذل والمسابقة بالأموال والمسابقة بالأنفس، حتى أن أحدهم مثلا يعطي كل ما له من مال ويعطي بعضهم نصف ماله ويعطي وهكذا. إذا بالمسلمين في هذه الفترة التي يتكلم فيها شكيب أرسلان يقول بأن الجدية خفت والعزيمة ضعفت والتضحية أيضا حصل فيها تراجع والشجاعة حصل فيها تراجع. فيقول هذه أول نقطة، وكأنما شكيب أرسلان يريد أن يقول بأن الأمة التي تتقدم هي أمة الجدية، أمة التضحية، أمة العطاء، أمة البذل. يعني أي أمة تبخل بمالها، تبخل بأنفسها، تبخل بأن تضحي بما لديها لا تتصدر المشهد. هذه قاعدة من القواعد العظيمة جدا. وبالتالي هو أراد أن يقول بأن أهم الأسباب أو واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين فكرة التضحية، البذل، العطاء التي غرسها الإسلام نتيجة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. هذا التراجع الهائل أدى يقول إلى أن الغرب يتقدم ونحن نتراجع. وحقيقة عمل بعض المقارنات هنا بين كيف أن مثلا يقول كيف أن الترك بذلوا أموالا وأرواحا وتضحيات فصدوا اليونانيين. وهنا طبعا علينا أيضا أن ندرك بأن الأتراك بشكل عام لما كانت الهجمات عليهم كبيرة جدا بحكم تصدرهم لمشهد الخلافة، ولكنهم استطاعوا أن يبذلوا حربا تحريرية، حرب تحرير شاملة، حتى استطاعوا أن يثبتوا على كل مساحة من الأرض التي تسمى الآن مثلا دولة تركيا. لكن هنالك كثير من الشعوب لم تستطع أن تفعل هذا الفعل ولم تستطع أن تضحي، وبالتالي على كل حصل التراجع. فهو يحاول أن يقول بأن الأمم التي تبذل وتضحي وتعطي وتتحرك نحو التقدم ونحو الفتح، هذه الأمة تتصدر المشهد وتتجنب الانحطاط، والأمة التي تتراجع. وهذا طبعا نجده كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن من يعطي ويبذل ويجتهد، وهذه من المقولات المشهورة عندنا أيضا أن لكل من اجتهد نصيب. ويضرب عموما يعني مثال واحد من الأمثلة، هو حاول أيضا في فترة 1929 يقول كان اليهود يتحركون لجمع الأموال حتى يقيموا دولتهم على أرض فلسطين. هذا 1929 يعني قبل أن ينطلق اليهود إلى السيطرة على أرض فلسطين. يقول كانت هنالك حركة صهيونية في العالم وعددهم بسيط طبعا، لكن كانت حركتهم فاعلة. يقول في فترة من الفترات أعلنوا تبرعات حتى
يعني يدعم بها المجموعات التي ستنطلق في عمليات فدائية داخل فلسطين. فيقول في فترة وجيزة في ذلك التاريخ طبعا، يقول جمعوا مليون جنيه، مليون جنيه ربما استرليني. يقول في نفس الفترة حاول المسلمون أن يجمعوا من الأموال، فيقول كان الحصيلة 13,000 جنيه. انظر، يقول إلى الفارق بين هؤلاء الذين يسعون لباطلهم ويسعون للسيطرة على أرض غير أرضهم وعلى إقامة كيان ليس شرعيا وعلى أرض غيرهم، ويدفع كل هذه الأموال. وانظر نحن، يقول، إلى طريقة تعاطينا في هذا الجانب. أيضا يضرب نموذج ناجح ونموذج إيجابي، وهو كيف أن لما حصلت الحرب في ليبيا، يقول تحرك المصريون وتحرك كذلك الأتراك في دعم المقاومة والجهاد في أرض ليبيا. فيقول حصلت هنالك تغيير للموازين، وعموما أرهقوا إيطاليا. فهو ما يريد أن يصله شكيب أرسلان بأن العطاء، إذا تحرك الناس نحو العطاء كان ذلك عامل من عوامل التقدم، وإذا أحجموا ولم يعطوا وتراجعوا بطبيعة الحال. وهنا طبعا يستشهد بالعديد من الآيات في سبيل الحث، يعني مما لاحظته في كتابه هذا أنه كثير الاستدلال بالقرآن الكريم، وجاعل مرجعية ومركزية التفكير عنده هو القرآن الكريم. وهنا يستدل بقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشاهد هنا أن الأمة التي تعطي دائما تتقدم، والأمة التي تمنع وتبخل ولا تعطي وتنتظر من الآخرين أن يبذلوا ومن الآخرين أن يعطوا. وهذا للأسف الشديد هي جزء كبير من أمراض الأمة المستضعفة والأمة المقهورة. لو أردنا أن ننظر إلى ظاهرة بني إسرائيل، الأمة المقهورة هذه لفترة طويلة جدا تتولد عندها هذا النوع تريد. وهذا للأسف الشديد الآن نلاحظها في كثير من الوسائط الاجتماعية والإعلامية. الكل يريد من الآخر أن يعمل وهو لا يعمل. يقول لك والله الناس مفرطة، الناس مقصرة. طيب إيش دورك أنت؟ هل بذلت؟ هل اجتهدت؟ هل حاولت أن تتصدر المشهد؟ هل حاولت أن تكون فريق عمل؟ هذه كلها تساؤلات. لكن للأسف الشديد نحن نريد من الآخرين أن يعملوا ولكن لا نقدم، نريد من الآخرين أن يدفعوا ولا ندفع، نريد من الآخرين أن يقاتلوا ولا نقاتل. هذه إشكالية على كل كبيرة جدا. وللأسف الشديد وكأن ما تتصور هو يحاول أن يتعلل بعلل هي العلل نفسها موجودة عند الآخرين. إذا كانت والله الأسر فالأسر عند الجميع، إذا كانت الأعمال الخاصة الأعمال الخاصة عند الجميع، وهكذا. ليس هنالك شخص مثلا هو مفرغ لقضية معينة والناس واهب له الأموال وكذا وحصل تفريط، لا. فنحن محتاجين حقيقة إلى هذه الجزئية أن نتعرف عليه، كيف نكون أمة معطاءة على مستوى الأنفس والأموال والأوقات. هذه ثلاثية لا بد منها: أعطي من وقتك، أعطي من مالك، أعطي من نفسك، وإلا لا نستطيع أن نتقدم. السبب الثاني أيضا من الأسباب التي أدت في نظر شكيب أرسلان إلى حالة التخلف في المسلمين، يقول خيانة المسلمين بعضهم لبعض، خيانتهم لدينهم، خيانتهم لأوطانهم، وتعللهم وتحججهم في إطار هذه الخيانات بأسباب عديدة جدا. وللأسف الشديد هذه الحالة حصلت في العديد من الديار العربية، حيث خذلوا بعضهم بعضا وتحصل. وإلى الآن لا يكاد يوجد بلد من بلاد المسلمين دخلها الاحتلال أو تشكلت فيها حالة الاستبداد إلا وسنلاحظ بأن هنالك خيانة من داخلها. بعضهم يتحالف مع العدو، يتحالف مع المحتل، وإلى يومنا هذا للأسف الشديد المسلمين يضربون بعضهم بعضا من خلال موالاة بعضهم لأعداء الله وتبرؤ آخرين من أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف الشديد يحصل في القوميات ويحصل في الشعوب ويحصل في القبائل. وخطورة هذا النوع من الخيانات بعد فترة، هؤلاء الذين والوا الاحتلال ووالوا الأعداء وارتبطوا بالحملات الصليبية، سنلاحظ بعد فترة من الزمن أن هذه الحملات الصليبية وقوى الاحتلال تجعل من هؤلاء هم من يتصدرون مشهد الدولة الحديثة. هذه إشكالية كبيرة جدا.
ويصور لنا بأن الاستقلال جاء على هذه العوائل أو على هذه المجموعات أو على هذه الأحزاب، بينما هي أحزاب مصنعة صناعة، عوائل مصنعة صناعة، مجموعات رتبت ترتيبا، رتب الوضع سياسيا، رتب الوضع اجتماعيا، رتب الوضع أمنيا وعسكريا، وصور لنا بأن والله الاحتلال خرج، ولكن في حقيقة الأمر الاحتلال رتب من يقوم نيابة عنه بكل ما يريد من سرقة الموارد وضرب الشعوب وكبتها وكبت أنفاسها. وبالتالي هؤلاء الذين خانوا أوطانهم ستجد بعد فترة أن هؤلاء هم الذين يتحكمون في المشهد الآن، وبالتالي تظل الحملة الصليبي إلى يومنا هذا مسيطرة على المشهد في المنطقة العربية. وهنا طبعا ضرب شكيب أرسلان مثالا لقضية الخيانة التي حصلت بخيانة الشريف حسين في تلك الفترة عندما رفع شعار الثورة العربية. وكان عموما شكيب أرسلان رؤيته بأن فكرة الضرب على القوميات لم يكن يؤمن بها، بالرغم من أن شكيب أرسلان كان يؤمن بأن العرب يجب أن يتصدروا المشهد وتكون لهم قوتهم ويكون لهم تماسكهم ووحدتهم، ولكن لم يكن في نظر شكيب أرسلان هذا يكون على حساب التماسك مع الأتراك أو على حساب بقية القوميات المسلمة، لم يكن من هذا الباب، فلم يكن شعوبيا يعني باختصار. لكنه كان يرى بأن الثورة العربية التي كانت تتصدر المشهد بقيادة الشريف حسين ومتحالفة مع البريطانيين، كان يقول قراءتي تقول ومعلوماتي تقول بأن المنطقة العربية في نهاية الأمر تفصل عن الدولة العثمانية ولا تمنح الاستقلال. ويقول ولو اقتنعت بأنها ستكون لصالح استقلال العرب وقيام كيانهم لما ترددت، ولكن الذي أراه أن المشهد سينتهي بالعرب إلى تمزق ما بين أو يقسمون ما بين فرنسا وما بين بريطانيا. وفعلا ما كان يراه شكيب أرسلان أن الخيانة التي قادها بعض من تحالفوا مع بريطانيا أو بعض من تحالفوا مع فرنسا كانت في نهاية المطاف أنهم لم يوفقوا فيما ذهبوا إليه. فلا الشريف حسين مثلا نال ما كان يريده من دولة عربية واسعة الأطراف، والوعود البريطانية كلها تقريبا انتهت إلى سراب. ورأينا كيف على كل كانت بريطانيا كما يقال تستخدم سياسة فرق تسد، فرقت ما بين الترك والعرب وأنهت الخلافة، ثم فرقت بين العرب أنفسهم وجعلتهم دويلات، وكل دويلة عليها تقريبا راية وعليها علم وعليها رئيس، ولكنه تحت السيطرة أيضا الفرنسية وتحت السيطرة البريطانية. وكان يقول بأن البعض يحاول أن يتحجج ويعتذر لكونه مثلا يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى ويرتبط بهم، يقول والله يا أخي الكبت والضرب والتعذيب والتنكيل. فكان يعني يعيبه على هؤلاء بأن الأمة التي تقع تحت الاحتلال عليها أن تقاوم، عليها أن لا تستسلم، عليها أن تضحي. وكان يستشهد بقول الله تبارك وتعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. تأخرت أستبقي الحياة، يقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. على كل حاول حتى لا يعمم الظاهرة، حاول يقول مسألة الخيانات هذه سلمت منها بعض الشعوب، لم تكن تعرف فيها هذه الظاهرة عموما، ظاهرة الخيانات. وقد مثل في ذلك بمثلا الشعب الأفغاني، ومثل أيضا بأهل نجد وغيرهم من الشعوب التي اعتبرها بأنها لم تكن قد خانت شعوبها وأمتها. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله.
نواصل فيما كنا نتحدث فيه عن الأسباب التي كان يراها شكيب أرسلان في تأخر المسلمين وتخلفهم وتراجعهم، فذكرنا سببين، ثم نأتي الآن إن شاء الله إلى السبب الثالث من الأسباب الرئيسية التي حاول أن يركز عليها في كتابه لماذا تأخر المسلمون. قال: ضعف الحمية الدينية عند المسلمين وقوتها عند النصارى. يعني في تلك الفترة التي يتكلم عنها شكيب أرسلان يقول الحمية الدينية، الحمية للدين، التمسك بالدين، الغيرة على الدين، الاعتزاز بالدين، الانتصار بالدين، الاستعلاء بالإيمان، هذه القيم يقول تراجعت عند المسلمين، وتصدرت المشهد أمور أخرى، يعني الاعتزاز بالقبيلة، الاعتزاز بالجهة، الاعتزاز بالبلد، الاعتزاز بالقوم، القومية، فتراجع ظاهرة الاهتمام بالدين. بينما يقول في هذه الفترة التي نتكلم عنها كان هنالك اعتزازا دينيا غير طبيعي بالنسبة للنصارى. ويقول من أكبر ما روج في تلك الفترة بأن والله يا أخي الغرب ابتعد عن الدين، تخلى عن الدين، اعتنق العلمانية. فتقدم الغرب قال أرادت بعض النخب أن تربط هذا التقدم بالتخلي عن الدين والتمسك بالعلمانية. يقول بينما من خلال متابعتنا ودراستنا للحملات التي كنا نراها لقوى الاحتلال، يقول كانت تتصدر هذه المجموعات التبشيرية جنبا إلى جنب مع الجيوش، بل أحيانا تتقدم على الجيوش. وهذه مسألة على كل مشاهدة. رأينا كيف أن العديد من البلدان العربية دخلت فيها الحالات التبشيرية، وخصوصا في أفريقيا، وكانت تستخدم دائما التناقضات العرقية، فتحاول مثلا أن تركز إذا كانت هنالك منطقة مكونة من العرب والبربر، أو من العرب والعنصر الأفريقي، أفريقيا السمراء، تحاول أن تلعب المجموعات التبشيرية في هذا التناقض، فتحاول أن تركز مثلا التنصير في فئة بعينها، وتحاول أن تحشد كل قواها في هذا الاتجاه، وتضرب بعد ذلك من خلال هذا التباين الديني مع التباين العرقي، تحاول أن تستفيد من هذا التناقض. يقول نحن حصل لنا نوع من الغيبوبة الدينية وغياب عن الاعتزاز بالدين، وللأسف الشديد هذه المسألة حتى يومنا هذا تلاحظ أن مسألة الاعتزاز بالدين للأسف الشديد ضعيفة عند الناس، بل بعض الناس للأسف الشديد، وأسمع أحيانا في الصفحات وأحيانا في المناقشات الشخص يقول لك والله يا أخي أنا لا أفعل الشيء الفلاني، وتجد الشيء الفلاني محرم، يقول لك أنا لا أفعل الشيء الفلاني، لا أشرب الخمر، لا أرتكب الفواحش، ولكن ليست من الزاوية الدينية، يعني وكأنما يخشى أن يتهم بأنه والله لا يشرب الخمر، لا يأتي الفواحش، إذا أنت ملتزم متدين، فهو يخشى من هذا التوصيف، فتجد يعقبها بقوله ليس من باب التدين. ولم تستحي من التدين؟ استعلي بإيمانك، استعلي بدينك، استعلي بقيمك، هذه من القضايا المهمة جدا. لكن الإشكال الهزيمة النفسية التي يعيشها المسلم في واقعنا المعاصر، وضعف حميته لدينه، يعني كأنما يستحي. والله سبحانه وتعالى العليم بخبايا النفوس يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويؤمن بالقرآن ويؤمن بما جاء في الكتاب، ويدرك حقيقة الإسلام بأنها هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والولاء لأولياء الله والمحاربة لأعداء الله، هذه القيم يفهمها ثم تجده والعياذ بالله في حرج من دينه، بينما الآخر معتز بدينه معتز بقيمه. فالشاهد هنا يقول شكيب أرسلان يقول لا يزالون يخدعون المسلمين قائلين لهم إن أوروبا قد رفست الدين برجلها وصارت على خطة دينية، رفست الدين برجلها وصارت على خطة غير دينية، وبذلك فقد اتسق لها الرقي. كده يعني يقول لك والله أوروبا ارتبط تقدمها بالعلمانية، وهو ينسى أصلا الحضارة الغربية مشكلة من ثلاثي الدين المسيحي والقانون الأوروبي والفلسفات الإغريقية واليونانية. هذا التركيب الآن الذي نتحدث عنه في أوروبا، الذي حتى أنتج لنا حالة العلمانية في مجملها، هو هذا تشكيل الحالة الروحية والحالة القانونية والحالة الفلسفية، شكلت لنا حالة يمكن أن تكون الآن تسود أوروبا. ولكن يقول البعض لن نفلح ما دمنا سائرين على خطة إسلامية. يقول الله يا أخي نحن إذا أردنا أن نتقدم، أردنا أن ننهض، لابد أن نبعد عن الخطة الإسلامية، وقد تبنى ذلك بعض الترك
طبعا حالة تركيا العلمانية، وتلقفها غيرهم من العرب، فظهرت الحالة العلمانية والقومية في عالمنا العربي. رابعا من الأسباب أيضا يقول ساد في المنطقة من أسباب التخلف، يقول الجهل، وهذه قضية متفق عليها. حيثما ساد الجهل لا تسأل أصلا عن نهضة ولا عن حضارة ولا عن تقدم ولا عن تطور ولا عن مدنية، فالتخلف دائما رفيق للجهل. والجهل هنا طبعا يقول العلم النافع والعمل الصالح، يعني الإنسان كيف يكون عالما بما ينفعه من العلوم، عارفا بما ينفعه من الأعمال الصالحة التي تؤدي به إلى صلاح دنياه وصلاح آخرته. فيقول نحن ساد فينا الجهل. وأنا ذكرت في واحدة من الحلقات كيف أن نسبة الأمية في العالم العربي ونسبة كذلك التخلف العلمي، التخلف الصناعي، التخلف التكنولوجي، كيف أن الدولة العثمانية في أواخر عهدها ساد فيها هذا النوع من الجهل، وبالتالي يقول هذا كان من الأسباب الرئيسية للتخلف. خامسا أيضا يقول من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تخلف المسلمين، يقول فساد الأخلاق. مسألة الأخلاق أيها الإخوة الكرام، حتى لو تطور الناس تكنولوجيا، تطوروا تقنيا وتطوروا علميا، إذا كان هنالك سقوط أخلاقي، والبعض طبعا يحاول أن يصور بأن والله يا أخي الصلاح الأخلاقي أو الإصلاح الأخلاقي لا علاقة له بالتقدم، هو قد لا يكون له علاقة بقضية التقدم التكنولوجي مثلا، لكن هذه الآلة نفسها التي تصنعها إذا لم يكن يصاحبها هنالك أخلاق فاضلة وقيم فاضلة، فيمكن أن تتحول الآلة نفسها إلى عنصر دمار. وبالتالي تكلم عن قضية الفساد الأخلاقي في أمة الإسلام في ذلك الوقت، وخصوصا فساد نوعين من الناس، إذا فسدا تفسد الأمة بطبيعة الحال، هما أيضا وإذا صلحا تصلح الأمة بطبيعة الحال، وهم العلماء والأمراء. فالعالم بطبيعة الحال هو المؤتمن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظا وتدبرا وتعليما ودعوة وأمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. فإذا كان العالم الذي يرتجى منه أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يتمالأ ويتواطأ ويتحالف مع الظالمين، ويتمالأ ويتحالف مع الخونة، ويتساهل مع المحتل، بل وربما يشرعن للمحتل وجوده ويعتبر استقراء يعني وجوده وجود طبيعي، والأمراء الفاسدين الذين يتحالفون مع أعداء الله ويرتبطون معهم ويأتون بقوانينهم وتشريعاتهم ونظمهم وثقافتهم ويحاولوا أن تشيع هذه المسألة في المجتمعات. إذا فسد هذين الصنفين أخلاقيا فلا تسأل بعد ذلك عن أمة ناهضة. وبالتالي واحدة من الأسباب المهمة جدا في النهوض لابد أن يكون هنالك علماء ربانيون، يحاولوا أن ينهضوا بالناس علميا وأخلاقيا وتربويا وروحيا حتى تكون الأمة لها قدوة. كونوا ربانيين، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال للعلماء كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كيف تكونوا ربانية؟ الربانية تقتضي أن يكون العالم يرعى يلاحظ مراقبة الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى مصلحة أمته، وينظر إلى ما يؤدي بها إلى الفساد، فيكون إن شاء الله متصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا على كل يقول حصل هنالك من الفساد الأخلاقي في هاتين الطائفتين، وبطبيعة الحال العلماء يؤثرون في العامة والأمراء يؤثرون في العامة والنخبة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سادسا أيضا تكلم عن ظاهرة الجبن والهلع وحب الحياة، وارتبط ذلك يقول باليأس والقنوط. يقول في مرحلة من المراحل وجدنا أن هنالك إحباط، أن هنالك يأس، أن هنالك، وهذه للأسف الشديد إلى يومنا هذا يمكن أن تكون مستمرة، الخوف، الجبن. تقول لهم والله نحتاج إلى أن نقاوم، نحتاج إلى أن نقول كلمة الحق، نحتاج أن نعمل، نحتاج أن نجتهد، فتجد دائما والعياذ بالله هذا الصنف أمامك، صنف إنه والله يا أخي الخوف من النظام، الخوف من الأعداء، الخوف من أن أسلحتهم متطورة، أن تكنولوجياهم متطورة، مخابراتهم مسيطرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يمكن أن يقال. وهو على كل يفند، شكيب أرسلان يفند كل بند من هذه البنود التي يذكرها، يحاول أن يفند هذا الكلام. وهنا طبعا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم عن كيف أن القرآن الكريم صنع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة شجاعة، أمة مضحية، أمة باذلة،
أمة متفائلة، أمة لا يمت إليها اليأس والإحباط بصلة، بل القرآن الكريم يربط قضية اليأس والقنوط إما بالضلال وإما بالكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس مرتبط بالكفر والقنوط مرتبط بالضلال. فاليائس دائما إما أنه والعياذ بالله ستكون مآله، وقد يكون كفر النعمة كفر غيره، لكن المسلم لا ييأس، المسلم متفائل، لكنه فأل مقترن بالعمل، فأل مرتبط بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فأل مرتبط بالتلاحم مع المسلمين حتى يكون قادر على أن ينتج أمرا إيجابيا. ليس مثلا شخص جالس في سريره ويضع رجل على رجل ثم يتصور بأن الأمور كلها حتكون ما شاء الله وردية، لا، المسألة تحتاج جهد، تحتاج عمل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فقضية الجبن يقول حصل هنالك، وفي نفس الوقت يقول نلاحظ بأن أعداء الإسلام يعني يتصدرون بخلاف ما كنا عليه. يقول في فترة من فترات كان الواحد منا يقابل 10 كما كان في بداية العهد الإسلامي، ثم نسخت هذه بأن الواحد يجب أن يصمد أمام 2 من الناس. لكن يقول هذه المسألة لاحظناها، يقول في الحملات الصليبية كيف أنها يعني مندفعة، مليئة بالحماس، مليئة بالشجاعة، ونحن يقول حصل فينا تراجع. ويحاول كما ذكرت يعالج عموما هذه المسائل، وخصوصا يرد على الذين يقولون بأن هنالك تفوقا عسكريا، تفوقا تقنيا، تفوقا كذا، تفوق كذا. فهو يقول في كل الفترات التاريخية التفوق حاصل، ولكن الأمر نسبي، ويقول كل تفوق يقابله أيضا ما يمكن أن يرد به هذا التفوق. والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب والمسببات هي حالة مدافعة هنا وهناك، فإذا تفوقوا في طرف أنت قد يجعل الله لك كمستضعف أيضا طريقا يمكن أن تقاوم به حالة الاستكبار، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى عموم المستضعفين في حالة لا يستطيعون أن يقاوموا، فأحيانا يجعل لهم من الصبر والصمود والشجاعة والبلاء ما لا يتصوره عقل، وكل ذلك وهم يقاومون أشرس أنواع السلاح وأشرس أنواع التكنولوجيا. سابعا أيضا من الأسباب التي حاول أن يذكرها شكيب في كتابه، يقول ضحية الإسلام في هذه الفترة التي نحن فيها صار ضحية بين الجاحدين والجامدين. يقول نحن نواجه طائفتين، وللأسف الشديد هاتين الطائفتين عبر التاريخ الإسلامي دائما نحن في مشكلة بين فئتين متشاكستين. الفئة التي تريد أن تراهن على القديم دون تجديد، فلا تريد أن تبتكر، ولا تريد أن تتقدم، ولا تريد أن تنظر في تراثها، ولا تريد أن تنقب، ولا تريد أن تجيب عن التساؤلات الناجمة عن تطورات الراهن، ولا تحاول أن تنقي التراث الإسلامي والفقه الإسلامي وتحاول أن تجيب عن واقعها ومشكلاتها بفقه يتلائم مع واقعها، لأن النص القرآني والنص النبوي بطبيعة الحال هو النص الذي يعمل على معالجة كل مشكلات البشرية من خلال آلية الاجتهاد والنظر. فليس هنالك ما يمكن أن يعوز المسلمين من المشكلات من خلال هذين النصين الكتاب والسنة. فلا يمكن أن نقول بأن والله يا أخي هنالك مشكلة حصلت لنا لم نجد لها حل، بالعكس القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى عبر عنه بقوله قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى يمد الإنسان بكل ما يحتاجه من خلال الدلالات، من خلال النظر في الآيات، من خلال القياس عبر العلل، من خلال قياس التمثيل أو قياس الشبه أو قياس العلة، من خلال النظر في دلالات الكتاب، فإن مشكلات الإنسان كلها تجد الإجابة. لكن يقول بأن البعض يجمد على النقل في الماضي ويظن بأن فتاوى السابقين هي يمكن أن تحل مشكلات المعاصرين. وشكيب أرسلان هنا يعيب على هؤلاء بأن كل عصر له مشكلاته ولكل عصر رجاله، ولكن في إطار منهجية السابقين يمكن أن تحل أنت مشكلاتك دون أن تخرج على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو منهجية السلف رضوان الله عليهم في كيف يتعاملوا مع النصوص. هنا تحل مشكلاتك، ولكن تحتاج إلى أن تعمل أيضا الاجتهاد
وبالتالي عملية التجديد هذه عملية مستمرة لا تتوقف. أقل شيء سيكون هنالك عملية الاجتهاد في تنزيل ما يسمى عند الفقهاء والأصوليين تحقيق المناط. كيف يتنزل النص؟ هنالك أنت عندك نصوص وعندك واقع، الواقع ربما اختلف كثيرا عن ما هو عليه في السابق، فهنا الآن أقل مستوى يمكن أن يمارس هو مسألة الاجتهاد في تحقيق المناط وفي تنزيل الأحكام على الواقع، وهذا لن يتوقف، سيظل يكون مستمر إلى قيام الساعة. فهو يقول بأننا ابتلينا بفئتين، الفئة الأولى جامدة لا تريد التجديد وتكتفي بالماضي، إنا وجدنا آباءنا على أمة، والفئة الثانية فئة ناكرة جاحدة لا ترى خيرا فيما نحن فيه أصلا، لا ترى خيرا لا في كتاب ولا في سنة ولا في تراث السابقين ولا في إنه والله هذه الأمة التي نهضت 13 قرنا لا تنظر إلا إلى الصفحة السوداء، ومفتونة بالغرب، فترى أن الحل في الغرب، وأن المعالجات من الغرب، وأن النهضة ستأتينا من الغرب، وأن الفلسفة ستأتينا من الغرب، وكل معالجات مشكلاتنا ستأتي من الغرب. يقول ما بين هاتين الفئتين ابتليت أمة الإسلام، وهو يحاول أن يرد على هؤلاء الجامدين بطريقته، ويرد كذلك على هؤلاء الجاحدين الحداثيين المستلبين المستغربين أيضا بطريقته. فيقول ليست يعني لسنا نحن أسرى للجامدين، ولكننا أيضا لسنا أيضا أسرى ومختطفين للحداثيين، فنحن أهل إحياء وأهل تجديد. أهل إحياء لما نراه إيجابيا وجيدا في حضارتنا، ونحاول أن نحييه ونحاول أن نجدده ونحاول أن نظهره ونتمسك به، وغالبا ذلك هو في إطار الثوابت العامة التي لا تقبل أصلا النقاش، ثوابت الإيمان، ثوابت الشريعة، ثوابت القيم، هذه ثوابت المحرمات. وهنالك مساحة متروكة للتجديد، وهي ما يمكن أن نسميه بقضايا المنهاج، وهو الآليات والأدوات التي تتطور مع تطور الزمن. فيقول نحن ما بين فئتين، فئة الجامدين وفئة الجاحدين، ويقول الإسلام ضحية لهاتين الفئتين، وعلى كل له طريقة ممتازة جدا في الرد على هؤلاء. أيضا من الأسباب، وهذا هو السبب الثامن، كان شكيب أرسلان من الشخصيات التي ترفض الذوبان القومي، يرفض الذوبان القومي، وهو لعله في هذه اللحظة التاريخية كان يلاحظ بأن هنالك من يريد أن يعيش حالة من الاستلاب وحالة من التقمص وحالة من التبعية وحالة من التقليد للغرب، فيريد البعض أن يكون فرنسيا، والبعض يريد أن يكون إنجليزيا، والبعض يريد أن يكون ألمانيا في زيه، في لبسته، في مشيته، في لغته، في حديثه، في ثقافته، في أدبه، في نمط تفكيره. فهنا ركز تركيز كبير جدا في قضية رفض الذوبان القومي. وهنا يقول لا أذهب بكم كثيرا إلا إلى مساحة أوروبا نفسها، يقول انظروا إلى شعوب أوروبا، انظروا إلى الألمان، انظروا إلى الفرنسيين، انظروا إلى البريطانيين، انظروا إلى الدول الإسكندنافية. يقول كل واحدة من هذه القوميات حريصة أن تحافظ على قوميتها، على لسانها، على زيها، على عاداتها، على تقاليدها، ولا تحاول أن تذوب. يعني دولة واحدة يمكن أن تجد فيها 3 مكونات وعايشة مع بعض 200-300 سنة ولم يطغى مكون على مكون. نموذج ربما مثلا عندك دولة سويسرا فيها النموذج الألماني والنموذج الفرنسي وفيها النموذج مثلا الإيطالي، وال3 مكونات كلهم يحاولوا أن يتعايشوا موجودين، وكل طرف على كل لا يحاول أن يشعر بالنقص أمام الآخرين. أيضا بريطانيا واحدة من النماذج أيضا الحية، عندك العنصر الإيرلندي في بريطانيا، هذا العنصر عاش عقود طويلة جدا، وبذلت الدولة البريطانية في محاولة إدماجه وتذويبه، بذلت الجهود الطويلة والكثير، وإلى يومنا هذا العنصر يقاوم أن لا يذوب، وأن لا يكون تابعا، وأن لا يكون ذليلا وحقيرا أمام ثقافة الإنجليز. وعندك الألمان بذلوا جهود هائلة جدا في عدد من القوميات، وخاصة الدول الإسكندنافية والمجر وهولندا، جزء من هذه المجموعات كانت أصولها الشجرة البعيدة في أنسابها ألمان، ولكن لما تشكل عندهم عنصر جديد وصارت لهم هوية وصارت لهم قومية، لسان ولغة وعادات وتقاليد، رفضوا أن يذوبوا عند الألمان. وهكذا الروس، يقول هنالك الروس حريصين أن يكونوا روس، الألمان حريصين أن يكونوا ألمان. فيقول لماذا نطالب نحن العرب إن والله أن نذوب في المكونات الأخرى؟ وهنا طبعا هنا لابد أيضا الشعوب التي هي تعيش حالة من التعدد
فيها قوميات، فيها قبائل، فيها مكونات، وتحرص الدولة أن تذوبها عنفا كما هو الآن في الحالة الإريترية. مثلا الحالة الإريترية هنالك مكون غالب يريد هذا المكون بحكم أدوات السلطة وبحكم أدوات القهر التي لديه يسخر الإعلام، يسخر المؤسسة العسكرية، يسخر المؤسسات المدنية، يسخر السلطة نفسها في جهازها السياسي، انه والله كل المكونات هذه اللي هو نظريا يقول لك والله اريتريا مكونة من 9 قوميات، ولكن في المشهد الظاهر ثقافيا سياسيا مدنيا عسكريا الظاهر في المشهد هو مكون واحد. ستنتهي في نهاية المطاف هذه الحالة إلى تذويب بقية المكونات وظهور مكون واحد تتلاشى حتى ما حرص أن يسوق به نفسه خلال الفترة الماضية من تعدد الحالة الثقافية في التلفزيون الإريتري مثلا. ستذوب هذه الحالة وتنتهي بعد فترة، لن تجد هنالك ثقافة للقوميات الأخرى، لا في لغتها ولا في ثقافتها ولا في أديانها ولا في ما لديها من موروث. فنحن هنا حقيقة نستفيد من كلام شكيب أرسلان في أنه والله ما الذي يجعلك تكون خجولا من ثقافتك؟ ما الذي يجعلك تابعا لغيرك؟ ما الذي يجعل لغتي يعني آية من آيات الله، هيئتي آية من آيات الله، تراثي من التراث الإنساني الذي يجب أن أهتم به وأعتني به ولا أخجل منه؟ ولكن نلاحظ للأسف الشديد ابن خلدون طبعا عنده قاعدة مهمة جدا يقول المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب. كثير من الشباب الآن مثلا الإريتري الذي هو يخرج من داخل إريتريا تجده مثلا مفتونا بلغة التجرينية، مفتونا بثقافتهم، يعني هو عنده قومية وعنده لغة وعنده تراث وعنده عادات وعنده عقيدة وعنده دين، ولكنه تجده مهزوم. تجد أنه والله لا يشعر بالكمال إلا إذا تكلم اللغة التجرينية، مع أن اللغة الدولة ظاهريا تقول لك والله ما في لغة رسمية. طيب ما في لغة رسمية، يفترض هذا التعدد أن يظهر في الصيغة السياسية فوق، أن يظهر التعدد في النظام السياسي، أن تظهر اللغات في المشاهد العامة. يعني لا يمكن مثلا إقصاء كل اللغات وتظهر في الاحتفالات الرسمية مثلا رئيس الدولة يتكلم بلغة التجرينية وينسى الآخرين، إذا أنت جعلتها لغة رسمية بطبيعة الحال. فالشاهد هذه الجزئية، جزئية الاعتداد القومي ورفض الذوبان، كانت من النقاط اللافتة عموما في كتاب لماذا تأخر المسلم. فهو يريد أن يقول بأن الذي يخجل من ذاته ويخجل من هويته ويخجل من دينه ويتقمص الشخصية الأجنبية، هذا ليس جديرا أصلا بالتطور بقدر ما سيكون تابع لغيره، ولكنه لن يصنع حضارة ولن يصنع بطبيعة الحال واقعا جديدا. كذلك ركز عموما في قضية النماذج ورفض التزويب، ركز على اليابان كنموذج من النماذج، وهذا النموذج يقول نموذج شرقي إذا كان ضرب بالنماذج الغربية، لكنه ضرب كذلك مثال بالنموذج الياباني. يقول هذا النموذج استفاد من كل قضايا التحديث في أوروبا وفي الغرب عموما، أخذ كل ما لديهم ولكنه لم يأخذ ثقافتهم ولم يأخذ نموذجهم، بل ظل الياباني عنده حرص شديد جدا على التراث ويقدس تراث آبائه ويراه هذا عنصر من عناصر القوة عنده، ولا يشعر بأنه والله أمام الشخصية الغربية هو مهزوز، لا، هو معتز بيابانيته ومعتز بشخصيته، وهذا عموما ما تحتاجه الأمة في قضايا التطور. عموما إن شاء الله أأمل من المتابعين لو وجدوا هنالك سبيل خاصة الشباب أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يتعرفوا عليه وكيف يمكن أن نفعله في حياتنا، ونحن أمة تحاول أن تنهض وأمة تحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن تتصدر المشهد. نحتاج إلى مراجعة مثل هذه الكتب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.